السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس؟ عواش لكم مبروكه. المهم ما نطولش عليكم، اليوم غادي نديرو واحد طنجره ديال اللحم بالقوق والجلبانه، وبغيت نشاركو معكم ان شاء الله. وغادي نطيب شويه د الحوت في الفران حتى هو غادي نشاركو معكم، وكل واحد راكم عارفين كل واحد الخير ديالو في محله، ولكن كنبغيو نشاركو معكم شي حاجات اللي هما لذاذ وزوينين. كتعرفوا اللي ما كانت شي حاجه جديده ما غاديش نشاركوها. المهم ما نطولش عليكم، هنا درت زويته بلديه تسخن شويه غير شويه. كتعرفوا الزيت البلديه ما خصهاش تسخن بزاف. المهم دابا ان شاء الله غنبداو نصبوا الطنجر ديالنا. هذا راه اللحم غني بقري كيفما كان. المهم كل واحد ويقدروا عليه الله يديرو. هنا غادي درت اللحم هو الاول، وبالنسبه لي انا اللحم بالقوق والجلبانه ما تنديرش فيه البصله. هذاك الشيء علاش بغيت نشاركو معكم. كندير شويه الثومه بزايد مقطعه ماشي مفكوكه. كلشي كيذوب ولكن كيجي لذيذ. بهذه الطريقه هذه كيجي لذيذ. هذا قزبر ومعدنوس انا كنديرو في الكونجيلاتور، غادي نديرو هنا شويه. بالنسبه للعطريه كما قلت لكم هنا القزبر يابس. القزبر يابس كيتماشى مع اللحم الغلمي. سكينجبير، شويه د الابزار، نص معلقه كركم والمليحه. بطبيعه الحال ما كتبالغوش في العطريه باش كل حاجه تبقى شاده النبته ديالها. فهمتيني؟ هادشي اللي كاين. غادي نقليو هادشي غنشوفو معايا. نحاولوا نخليو هادشي شويه، ضروري يتخلى. الطاجين هذا راه كيجي لذيذ، كل واحد وكيفاش كيطيب اللحم بالقوق والجلبانه. انا كان بالنسبه ليا كنطيبو بهذه الطريقه كيجي لذيذ. هذاك الشيء علاش بغيت نشاركو معكم. غادي نقليو هاد اللحيمه هكا ونرجعو معكم. بغيت نشارك معكم حتى الخبيزات. راني عجنت خبيز، ها نتوما درتو يخمر. دابا راه خمار، دابا خصني نخبزو. وانتم معايا دابا نشارك معكم هذا الفلوق هذا، وان شاء الله كنتمنى يعجبكم. وانتم ها هو اللحم ديالي كيتقلى كيف ما كتعرفوا. ها نتوما كما قلت لكم كيتقلى، راه كيجي مزيان. ضروري تقليو هذا الشيء، ضروري تقليو. حتى الطريقه هذه اللي كندير انا زوينه بزاف، كتجي لذيذه صراحه، كتجي لذيذه بزاف. هذاك الشيء علاش بغيت نشاركها معكم. كل واحد والطريقه ديالو، ولكن هاد الطريقه حتى لذيذه بغيت انا نشاركها معكم. مازال غادي نقليو بشويه، عاد غادي نديرو ان شاء الله الماء. وملي غندير الماء غنخلي بطبيعه الحال اللحم خصو هو يطيب هو الاول، وعاد ان شاء الله عاوتاني نعاود نوريكم عاد نديرو القوق والجلبانه ان شاء الله. وانتم معنا. وغادي ندير ان شاء الله حتى الحوت في الفران، ها هو نقيناه. والثومه هذا كيمشي مع الحوت. القوق تبارك الله ها هو شريته ونقيته. هانتوما تبارك الله. تا هو غادي نصبوا الطاجين ديالنا كما قلنا لكم، وانتم معايا. والخبز بطبيعه الحال درتو يطيب، ها هو درتو يطيب، ها هو في الفران. درت المريقه، هي المريقه على القدر اللي غادي يطيب فيه اللحم ديالنا. وان شاء الله ملي غادي يطيب اللحم عاد غادي ماشي يطيب نخليوه حتى يطيب. اللي قرب يطيب ان شاء الله عاد غنديروا الجلبانه. كتعرفوا الجلبانه دغيا كطيب. مازال القوق الا كان طري كيشد شويه الطياب، غندير القوق هو الاول وعاد من بعد ندير الجلبانه، لان الجلبانه دغيا تطيب ان شاء الله. نتوما معايا وغنشوفوا ان شاء الله الطاجين غادي يجي لذيذ. ودابا انا درت القوق، يلاه حطيته غير دابا. هانتوما معايا غادي يطيب هو واللحم. طاب اللحم نص طيبه بطبيعه الحال. ودرت القوق والجلبانه كتعرفوها هي الاخرى. وانتم معايا غنشارك معكم كل شيء دقه بدقه. والخبز ديالي ها هو طاب، ها هو يطاب. وشي حمرته شي خليته شويه. هادو اللي كنديرو في الكونجيلاتور تخليهم شويه نص طيبه، وهادو اللي تناكلوهم بطبيعه الحال راه تنحمروهم شويه. وانتم معايا ان شاء الله. الحوت درتو يطيب بطبيعه الحال، هو درتو في الفران. وانتم معايا دابا ها هو اللحم ديالنا والقوق طاب في غاليه. عرفتي طري القوق، شتي هانتوما هي طاب. المهم مع اللحم تا هو طيب. دابا غندير الجلبانه، معليش خير.
غادي نخليوها دابا طيب شويه. غنزيدها غير شويه زيت البلديه غنزيدها وغنخليها طيب، وغيبقى لينا غير الحامض المصير ومع الزيتون. غندير لها شويه د السلاله. هادشي اللي كاين وانتم معنا. هانتوما دابا المريقه ديالنا هي طيب. دابا غادي نزيدو شويه الزيت البلديه شويه، ما درتش فيها الزيت والبلديه. وغادي نزيدو نروح الحامض المصير. معليش راه كنصور غير بوحدي، اسمحوا لي. والزيتون الزيتون المصير، الزيتون ديال السلاله، وبطبيعه الحال الحامض. وهانتوما هذا هو الطاجين ديالنا اليوم. قريبا ما بقى لي والو نمشي للطابخ. ودابا ها هي المرقه ديالنا وجدات بالصحه والراحه للجميع، وكنتمنى يا ربي تعجبكم. هانتوما صراحه كنتمنى ديروا هذا الطاجين هذا، وكيجي لذيذ بزاف وبالصحه والراحه للجميع. وهانتوما معنا ان شاء الله. الحوت راه باقي عندي في الفران، وانتم غنشارك معكم اليوم شنو طيبت. وهذا هو الطبق ديالنا وبالصحه والراحه للجميع. انتم نتمنى يعجبكم، ديروا بحال ان شاء الله، راه كيجي لذيذ. المهم دابا غادي ندير معكم الحوت. الحوت راه ساهل، اسهل حاجه وكيجي زوين صراحه. كنديروا زويته بلديه غير القياس وصافي. اللي غادي طيب فيه كلشي بطبيعه الحال. غادي ندير انا المليحه، المليحه اللي غطيب فيها البطاطا. غادي نديرو البطاطا مقطعينها طرونش مغسوله بطبيعه الحال، كلشي ناضي. تعرفوا الملحه وسميتو كتجي زوينه. وغادي ندير الروزمارين. هذه اكله طليانيه تيقولوا لها الروستو ديال الحوت. حنا وجدنا الطاوه ديال سميتو. دابا غادي ندير هنا كاين الروزمارين، الروزمارين والثومه، وهنا التخليطه ديال الحوت بطبيعه الحال، وهنا شويه د الابزار صافي والمليحه. وهنا كنديروا الحامض. كتعرفوا الحوت كيمشي مع الحامض دائما. الحوت ما يمكنش ما يديرش فيه الحامض، كيما بغى يكون النوع ديالو ضروري سميتو. بطبيعه الحال انا كنخدمها بيديا. دابا غادي نرقدوا هذا الحوت هذا بعد ما غسلناه وخليناه يتسقطر وداكشي. كنحاولوا ندخلوا ليه هاد العطريه ديالو بطبيعه الحال. هانتوما طريقه سهله، كنرقدوه كنخليوه كنمشيو معاه بحال ما هكا. ندخلوا ليه العطريه ديالو. هاد العطريه ساهله ماهله. غادي نديرو شويمه ثومه البطاطا. اما الحوت راه فيه الثومه ديالو قطعها هكا صافي. هذا هو الكيس ديالنا اللي غادي نديرو. وغادي نديرو غير كويس ديال العنبه ديال المقلي اللي غادي يطيب فيه صافي، لان تساوي الحوت غادي يطلق الماء ديالو. المهم باش ما تنشفش لينا البطاطا ديالنا ضروري كويس ديال سميتو. وغادي نغطيه بطبيعه الحال بورق الزبده، وغندير عليه بابي الومنيوم وغندخلوه للفران. دابا انا رقدت وحداكم، ها هو كيف كتشوفوا رقدت وحداكم باش نشاركوا معكم. هذا راه كيجي لذيذ بزاف. كتقدروا ترافقوه مع شليضه هكا
الخص ومطيشه وشلاضه ماروكان، وهادشي اللي كاين. وها نتوما معايا، هذا هو الحوت اللي طيبته، ها هو صافي. درنا صويبه بطبيعه الحال شليضه صافي. هذا هو الفطور ديال اليوم، نتمنى يعجبكم. نتلاقاو ان شاء الله في فلوق واحد اخر.